يعني إيه التجسد؟ تخيل كده إن في ملك كبير قوي، والناس اللي هو ملك عليهم محتاجين مساعدته. بس كان في مسافة كبيرة وسور عظيم، والسور ده عامل حاجز بينه وبينهم ومخليهم مش قادرين يوصلوا ليه. فالملك عمل حاجة غريبة جدا، حاجة مش طبيعية. نزل من قصره ولبس لبس الناس العاديين وعاش وسطهم وأكل معاهم وسكن في مدينتهم. كل ده من غير ما يبطل يكون ملك. هو نفس الملك، بس هو اختار يبقى شبههم عشان يقدر يكلمهم وينقذهم. ده بالظبط اللي عمله ربنا، نزل وسطنا وأخد جسد زي جسدنا من غير ما يبطل يكون الله. فبقينا نقول المسيح هو إله كامل وإنسان كامل في نفس الوقت، مش نص إله ونص إنسان، لأ، كله كامل. زي النور لما يدخل جوه الإزازة هتبقى منورة بالنور، بس النور نفسه ما بيتغيرش ولا بيقل. وده اللي بنسميه التجسد. ربنا اختار يبقى معانا عشان احنا نرجع ونختار نبقى معاه. وليه ربنا اتجسد أصلاً؟ لما الإنسان بيغلط الصورة اللي جواه بتتشوه، زي صورة جميلة متعلقة في متحف كبير، ومع الوقت الصورة دي وقعت واتكسر البرواز والإزاز بتاعها، فيقرروا إنها ما بقتش تستاهل تبقى في المتحف، فطردوها ورموها في المخزن مع إنها أصلية. بس اللي رسم الصورة ما عجبوش اللي حصل، فنزل المخزن وعلى مسؤوليته جاب الصورة وبإيده نظفها من الإزاز المكسور. ومع إنه عارف إن اللي هيعمله هيتسبب في أذيته، بس هو اختار الصورة لأنها كانت غالية عليه، واختار يتجرح ولا يسيبها، فشال كل وحشة عنها وركب للصورة برواز جديد وبقيت جميلة زي الأول، ورجعها تاني المتحف لمكانتها الأولى. وده اللي ربنا عمله عشان يصلح الصورة دي ويرجعنا تاني لمكاننا. نزل لينا مكان ما اطردنا، مع انه عارف ان بنزوله هيبقى موافق بالصليب والمسامير، بس هو اختارنا حتى لو ده على حساب انه يتجرح ويموت. وهو عمل كده ومات عشاننا ورجعنا تاني لصورتنا الأولى الأصلية. ليه ربنا اتجسد وليه الفداء كان لازم؟ بمنتهى البساطة، سبب تجسد ربنا هو الفداء. طب ما كان ممكن ربنا يسامح وخلاص؟ ممكن، بس ده ما يبقاش عدل ربنا. ربنا قال لآدم يوم ما تاكل موتا تموت، يعني في حكم لازم يتنفذ. فلو ربنا نفذ الحكم الإنسان هيموت، ولو ما نفذش الحكم يبقى كسر كلمته وعدله. وهنا ظهرت الرحمة. ربنا نزل واتجسد في صورة إنسان عشان ياخد الحكم بدلنا، يموت عنا ويرجعنا لحضنه تاني. فربنا عمل المعادلة المستحيلة، حقق العدل وكمل الرحمة. وده معنى الفداء، وده السبب التجسد. ده اختصاره في كلام ربنا لينا. هوريكم حبي مش بالكلام لكن بحياتي كلها. هنزل وهعيش وسطكم وهجرب متاعبكم، وفي الآخر هتعذب واموت عشان أصلح حياتكم وارجعكم تاني لحضني. وفي النهاية دي رسالة ربنا ليك، أنا معاك وفهمك ومش هسيبك. كل سنة وكل طيب وبخير. مع السلامة، نتقابل في فيديو وحكاية جديدة.